طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، أصحابكم فيها شهاب الآية والمستهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. تشخيص إصابة 21 مواطن بفيروس كورونا. تطور قسم الجراحة في مستشفى أوروتا. جهود لتطوير إنتاج الألبان في سوطر. حكومة عبد الحميد إدبيبة تنال ثقة البرلمان لقيادة المرحلة الانتقالية. نجاح اقتصادي كبير لبايدن في الكونغرس. وثورات بركانية متتالية في نيكاراغوا. مرحبا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أكدت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 11 من مارس إصابة 21 مواطن بفيروس كورونا، وذلك في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أقاليم القاش بركة والأوسط. وقد وجدت 13 حالة إصابة في إقليم القاش بركة، 4 في أديبرة، و2 في أوردات، وواحدة في قلوج، وواحدة في علي قدر، وفي أم حجر 5 إصابات. ووجدت الإصابات الثمانية الأخرى في أقسام استقبال المرضى في أسمرة بالإقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 54 مصاب كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، 53 في الإقليم الجنوبي وواحد بإقليم عنسبة. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3009، شفي منها 2592، ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 410 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 11 من مارس 2021. أعلن مسؤول قسم الجراحة في مستشفى أوروتا دكتور ياسيف تولي تطور القسم بالقدرات البشرية والمعدات وتحسن الخدمات التي يقدمها. وأوضح أن العمليات الجراحية تجري للأطفال والكبار، وتشمل الجراحة العامة وجراحة الرأس والمجاري البولية والكلى والسرطان، وكذلك للأطفال بالتعاون مع الأطباء الأجانب، حيث يقومون من 1500 إلى 2000 عملية جراحية عامة سنويا. وقال الدكتور يوسف تولي إن التغيير الغذائي يؤدي لتغير الأمراض، وقد أخذت تزداد العمليات الجراحية في الأمعاء والمعدة والحنجرة وأكثر السرطان. كما ذكر باهتمام وزارة الصحة الكبير لتنمية القدرات البشرية، موضحا بأن الدراسات العليا لتخصص الرحم والأطفال ستبدأ في الأسابيع القادمة. وفي الختام أشار مسؤول قسم الجراحة في مستشفى أوروتا الدكتور يوسف تولدة إلى عمل قسم الجراحة في مستشفى أوروتا بتقديم الجراحة العاجلة فقط، مقلصا خدماته سابقا، وذلك بموجب تعليمات مكافحة وباء كورونا، لكن الخدمات عادت إلى سابق عهدها حاليا، داعيا المراجعين للمستشفى احترام إجراءات التوعد. أعلنت جمعية منتجي الألبان في سوطر بمديرية حمل مالو العمل لتطوير وتوسيع أنشطتها الزراعية. وذكرت الجمعية أن أنشطتها ظلت تضعف وتتقلص نتيجة للتحديات وعدم اهتمام الأعضاء، حيث يجري العمل لإعادة نهضتها. وقال رئيس الجمعية سيد تولى سمري إن المبادرات بدأت لتطوير الجمعية بدعم من الإدارة ووزارة الزراعة عبر صيانة الآبار. وذكر بأن عطل المعدات جعلهم يشترون العلف الحيواني من الأسواق، والذي أثر سلبا على نشاطهم، حيث بدأوا حاليا زراعة العلف الأخضر. وذكر سكرتير الجمعية سيد عبد الكريم سعيد انطلاق العمل التطويري، مناشدا إدارة الإقليم مواصلة الدعم لتفعيل أنشطة الجمعية.
أحيت فروع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مختلف المدن الأسترالية 8 مارس اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة الإريترية عمالة الصد والتنمية. وفي الاحتفال الذي جرى في مدينة ميلبورن أشارت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في المدينة إلى دور ومساهمة المرأة الإريترية في مختلف المراحل، مؤكدة استعداد الفرع لكل فرص وتحديات المراحل. من جانبه أوضح قنصل إريتريا العام في أستراليا السيد محاري تخستي أن المرحلة الجديدة تحتاج لوعي وتنظيم قويين والعمل بمنح الاهتمام الأكبر للأجيال الحديثة. وشهدت المناسبة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية. في غضون ذلك عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخا تسفاميكائيل سمينار افتراضي لعضوات الاتحاد في أستراليا ونيوزيلندا. وقدمت السيدة تخا تسفاميكائيل توضيحا عن دور المرأة الإريترية في النضال للاستقلال والدفاع عن السيادة وبرامج إعمار الوطن، داعية الإريتريين في أستراليا القيام بالعمل المنسق والتعاون مع الفروع الأخرى لمزيد من الإنجازات. هذا وأحيا الإريتريين المقيمون في السويد وجنوب أفريقيا وهولندا ودول أخرى أحيوا 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. قام سكان ضحيتي أتكارو وسنادا في مدينة أورونا بنفير مكافحة الملاريا قبل حلول موسم الأمطار. وأفاد مراسل إيرنا أن السكان قاموا بدفن أماكن تكاثر البعوض وإزالة النفايات. وأوضح السكان أن العمل يأتي مواصلة لأنشطة النفير التنموي التي يقومون بها وتنفيذا لإرشادات المهنيين الصحيين. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي. نالت حكومة عبد الحميد بيبة المنبثقة عن الملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة نال صيغة البرلمان الليبي. وبعد يومين من النقاشات منح البرلمان الليبي الثقة إلى الحكومة بإجماع النواب الحاضرين أي 132. ويفترض أن تقود حكومة بيبة الذي كلف في 5 فبراير بتشكيلها ستقود البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في ديسمبر المقبل. وكانت جلستان سابقتان علقتا لاستكمال باقي المداولات قبل عملية التصويت. وبدأ مجلس النواب الليبي في مدينة سرت جلسة رسمية بحضور 132 نائبا، وذلك للتصويت على منح الثقة لحكومة دبيبة. وبنيلها لثقة النواب ستكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط نقلتها الحروب الداخلية والأطماع الخارجية. نجح الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي على خطته الاقتصادية الضخمة بفضل دعم الديمقراطيين وحدهم في انتصار كبير بعد 50 يوما من وصوله إلى البيت الأبيض. ورغم توحد الجمهوريين على معارضة الخطة وانضمام نائب ديمقراطي لهم، نجحت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب في المصادقة على الخطة المقدرة ب 1900 مليار دولار ب 22 صوتا مقابل أو ب 220 صوتا مقابل 211 آخرين. ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي على الخطة لتتحول إلى قانون، وذلك في الوقت المناسب لتجنب تعليق مخصصات البطالة الاستثنائية. وأكد بايدن في بيان بعد دقائق من مصادقة مجلس النواب أن هذا القانون يوفر لأولئك العمال الذين بنوها ويحافظون على استمرارها فرصة للمقاومة. وتمول الخطة لقاحات ضد كوفيد-19 وتبقي على مخصصات البطالة لملايين الأشخاص، وترفع إلى 1400 دولار قيمة شيكات الدعم لأغلب الأمريكيين، وتوسع نطاق التمويل الفيدرالي لقطاع الرعاية الصحية.
دخل بركان سان كريستوبال في شمال غرب نيكاراغوا مرحلة من النشاط المكثف مع سلسلة من الانفجارات العنيفة التي تقذف الرماد والغازات السامة، وقد ضربت مدينة سينداندينغا حسب ما قال علماء البيئة. وقالت المصادر إن البركان الذي يصل لارتفاعه إلى 1700 متر أحدث فجأة أول انفجار بركاني قبل أن يبدأ عمود من الرماد والدخان في الارتفاع، حيث حملته الرياح إلى سينداندينغا على بعد حوالي 17 كيلومترا من فوهة البركان. كما تضرر مجتمع غريسيا والقرى في المنطقة وفقا لمنظمة مركز هومبولت غير الحكومية التي تعمل على حماية البيئة. وكان آخر صوران بركان سان كريستوبال أحد أعلى البراكين في سلسلة مطلة على المحيط الهادي في إبريل من العام 2016. وفي النبوة الأخير طالما ظلت حياة الإنسان الأول نياندرتال غامضة، خصوصا مع ندرة الحفريات التي يمكن أن تساعد في تحديد نمط حياته. وبعد أن تم العثور على عظام طفل من النياندرتال توفى قبل نحو 41 ألف عام، بدأ العلماء العمل على فك أحد ألغاز حياة الإنسان الأول. وقالت دراسة فرنسية حديثة إن بقايا طفل النياندرتال والذي يبلغ من العمر عامين فقط كانت موضوعة بعناية في قبر مغطى بالتربة، حيث تم اكتشافها في عام 1973 بمأوى صخري في موقع حفر لا فيراسي جنوب غربي فرنسا. وأشارت الدراسة إلى أن هذه البقايا تدعم فكرة أن الممارسات الجنائزية ليست فريدة من نوعها بالنسبة للإنسان. وتشير الدراسة أيضا إلى أنه في تلك الفترة الزمنية كانت تتعايش 3 مجموعات بشرية مختلفة معروفة جنبا إلى جنب وحرست بينها علاقات تزاوج. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.